صباح الخير، صباح الفل والياسمين والعسل والدلع وجمعة مباركة. خلي بالكم جمعة مباركة. يبقى النهاردة ايه؟ النهاردة الجمعة. النهاردة اليوم السابع، خلاص خلصنا رايحين على الميزان هنوزن. النهاردة اليوم السابع من تحدي الصيام المتقطع اللي مشينا عليه لمدة 6 ايام متواصلة. بنصوم فيه 14 ساعة. بنصوم فيه 14 ساعة متبعين نظام قليل السعرات الحرارية. تمام. انا بقى امبارح زي ما انتم شفتوا اليوم واقف عند حدث الغدا. يعني انا اتغديت اللي هما شريحتين البرجر الهيلثي مع ربع رغيف كان بلدي، كان الساعه 6. انا من دلوقتي اقسم بالله ما في حاجه دخلت بقي، يعني من 6 ل 12 6 ساعات. دلوقتي النهارده صلاه الجمعه الساعه 1، ومن 12 ل 12 ساعه 18 ساعه. الساعه دلوقتي 1 الا ربع، يعني عقبال ما اوزن هتبقى 1. يعني انا صايمه 19 ساعه. 19 ساعه صيام. ما اقدرش اقول لكم كم الجوع اللي انا فيه. انا حرفيا جعانه جدا، انا حاسه بطني دخلت في ظهري. فيا رب ان شاء الله يكون بنتيجه ونلاقي حاجه حلوه النهارده على الميزان تفرحنا. هنروح نوزن ونشوف يومنا هيعمل ايه، لاني انا الاسبوع ده كنت مسحوله شغل. فاكيد بعد الميزان هخرج وانطلق مظبطه حته بروجرام هيعجبكم. فتابعوا بقى الفلوج ويلا بينا نشوف الميزان هيعمل ايه. صباح الفل والياسمين عليكم. انا اكسايتد جدا ان انا راح اوزن. حاسه ان في تغير في المقاسات كتير جدا. المقاسات بدات الهدوم الحمد لله بتاعت زمان تخش، وحاسه تغير في المقاسات، وحاسه تغير في المقاسات الخصر والحاجات دي كلها. حاسه بصراحه وباين جدا، ووشي بدا الخسسان يبان عليه. فلا يعني باين ومستمرين ومستمتعين في الرحله اللذيذه دي. بجد مستمتعه جدا. يلا مش هطول عليكم، وجمعه مباركه، ويلا بينا منطلقين الى الميزان. وعند الميزان يكرم المرأة أو يهان. مستعدين؟ ليتس جو. العربية سخنت؟ سخنت. يلا بينا. الحمد لله والشكر لله، خسيت كيلو كامل. والله مش مصدقة. يعني الحمد لله خلاص بنقرب كيلو كامل. النتيجة حلوة، ونتيجة الصيام حلوة جدا. لازم تجربوا الصيام بجد. الصيام حلو. يعني very excited جدا جدا جدا. ما بعملش رياضة، انا قاعدة طول اليوم باكل وجبات بس. الحمد لله لقينا نتيجة حلوة ونتيجة مرضية كمان اهي. فلا يعني الحمد لله مبسوطة. جربوا الصيام المتقطع هيعجبكم جدا. النتيجة الاسبوع ده كانت كيلو. تمام. يلا بقى، يعني خلاص فرحنا بالميزان وكده. انا جعانه، انا بتقطع من الجوع حرفيا. ده تقريبا الكيلو ده نزل من الجوع. صيام فوق 19 ساعه يا جماعه، من الساعه 6 بالليل موقفه اكل. متخيلين؟ دلوقتي شفنا الميزان واتبسطنا بيه وحاجه فل الفل ان شاء الله. يعني انا صايمه 19 ساعه يا جماعه. الساعه دلوقتي بقت 1:15 اهي، يعني قاعدين بنزود. انا جعانه. هنروح نعمل ايه دلوقتي؟ هروح اطلب فاست فود. ايوه، هطلب فاست فود دلوقتي وهروح اكل، وهروح اعمل حاجه، اخرج واتفسح، وبعد كده احلي كمان. مستعدين؟ يلا. بصراحه يا جماعه اشتريت الحمد لله ساندوتش، بس هو كانش كده طبعا، كان اكتر من كده. هو فراخ بانيه، بس انا ما قدرتش استنى ان انا اصور. انا بتقطع من الجوع حرفيا. انتوا مش متخيلين، انا فعلا بطني لازق في ظهري. مفيش. من الساعه 6 بالليل، الساعه دلوقتي 2. فالحمد لله كمان ان هو ما اخدش وقت وهو بيعمله. فشكل الناس حاسه بيا قوي ان انا جعانه، وممكن اجوع ناس وانا باكل. بس اكيد كلكم فطرتوا. يعني النهارده الجمعه اصلا، المفروض بقى بنفطر في البيت، بقى بنعمل بقى الفطار المصري، فول وطعميه وبيض وبقى شاي ومعرفش ايه، واللي عايز يجيب كيك. بيبقى فطار كده حاجه فخيمه. لكن انا اوت النهارده من الفطار ده بصراحه ماليش مزاج ليه. لكن ليا مزاج للحاجات دي، يعني اكيد ده يعتبر اي حاجه. فبس هو ده
الفطار بتاع الفري، وبعد كده لسه في ديزرت، بس ايه لسه مخيمه الديزرت هيكون من ايه قدامنا اهو. اخلص واقول لكم الديزرت ايه. يلا بينا ونقول الحمد لله المعده بدات تاخد نفسها كده، خلصنا الاكل. هنروح ناخد بقى الديزرت. منين هناخد الديزرت؟ ناخد الديزرت من عند ماك. واحد ايس كريم ماك يظبط الدنيا ويهدي المزاج. وايه انا باخد ايه؟ مش الماك العادي، لا الكون. يلا بينا. انا قلت له يتوصى فتوصى بيه على الاخر، وبقى فيه بقى صوص كراميل، يعني اخر دلع بصراحه. احلى دلع ده ولا ايه؟ لا بصراحه فظيع فظيع. احلى فري ده ولا ايه؟ لا بس مسخره جدا، مسخره. نروح بقى العربيه نكمل فضيحه هناك بالايس كريم ده. ماشي يا عمو مسح العربيه ماشي. انا متوصي بيها بالايس كريم، اقسم بالله مرة يخلص. ايه ده؟ ويسوي كمان صوص كراميل من تحت. لا مدلعه نفسي، يعني مدلعه نفسي. الجوع ال 19 ساعه الصيام اللي انا اتعذبتهم دول هيطلعوا، يعني مش هعذب نفسي. انا مش ما اقدرش اقول لكم الاحساس بتاع المعده ايه، يعني بتاكل الاكل فين. فلا هخلص واوريكم بقى المحطه الجايه هتكون ايه. الكرم اللي هو بقى بدا يبان فظيع. الايس كريم بتاع ماك ده سوفت بس عالمي بجد، تحفه، بحبه جدا جدا. لازم تجربوا. جربوا الكون ده مع صوص كارمل اكسترا كارمل، هيفرق جامد. وادعولي. صوص الكارمل دي كلها صوص كارمل. صوص الكارمل ده عامل زي ايه؟ عامل زي حته البسكوته اللي هي الايس كريم العادي، الكون العادي، لما تبقى في الاخر بقى حته الشوكولاته دي بالظبط الكارمل. بصوا الكارمل عامل ازاي، متوغل. لا طعمها تحفه تحفه، بس كراميل ايه ده، شغل عالمي. يلا. بالظبط البسكوته دي بقى فيها حته شوكولاته من تحت من كيمو كونو دي. المندلينة دي المندولين دي فيها 74 كالوري. سيبهم فيها في ايه. المندولين دي انا افتكر اول ما نزلت كانت بربع جنيه، 25 قرش، وكان حجمها بصوا دلوقتي حجمها عامل ازاي، ستيك. يعني صباعي ده هو اكبر منها. اول ما جبناها وكان طعمها، انا عمري ما انسى طعمها اول ما نزلت، بجد كانت خرافة. لكن دلوقتي ضربت، وزي كل حاجة ضربت دلوقتي. احب اعرفكم احنا رايحين فين. عرفتوا؟ لسه ما عرفتوش؟ طب يلا بينا. وصلنا البحر طبعا. بقالنا 10 ايام، لا 15 يوم ما جيناش، فكده كتير. يعني ما ينفعش نكون بورسعيديه عايشين في القاهره وكل حاجه، بس ما ينفعش نسيب البحر كل ده من غير ما نيجي. فلا جينا البحر استمتع بقى. يلا بينا. بصراحة أنا مش مصدقة إن ده البحر بتاعنا. البحر مفيش موج نهائي. أنا مش مصدقة، يعني أنا بقول لكم أنا مش مصدقة. البحر حصيرة. متخيلين؟ لا أنا أول مرة أشوف البحر بتاعنا كده، حرفيا أول مرة أشوف البحر بتاعنا كده حصيرة. لا هنا أقسم بالله الآية باينة قوي. كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد بكلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بص يعني اكنه خط واحد، اكنه مستوى واحد، سبحان الله. يعني انا مش عارفه الكاميرا جايباه ولا لا، بس هو اكنه فلات. انتوا مش متخيلين كم الفلات ازاي. يا رب بس الكاميرا تطلع فلات وفي ولد في الميه اهو. بس هو فعلا فلات. الجو حلو جدا، بس مش لدرجه ان هو يبقى فاكر احنا في الصيف ما بنشوفوش كده.
يعني في الصيف اللي هو اسمه الصيف. بجد منظر رائع رائع، منظر البحر رائع، قمة المتعة وقمة الاستمتاع. يعني لو نزلنا كده بصوا على مدى البحر، مش مصدقه ده لو حمام سباحه مش هيبقى كده، اقسم بالله انا مستغرباه. يعني عمري ما شفت البحر بتاعنا كده، عمري. متخيلين اللي هو يبقى موجه خفيفه، بصوا الموجه خفيفه يعني يا دوب بتحرك نفسها. سبحانك يا رب، سبحانك. ولا في موجه جايه من بعيد ولا اي حاجه خالص. بجد انا مستمتعه بالبحر وجمال البحر وحلاوه البحر وهدوء البحر اللي انا شايفاه ده. الهدوء باين من قبل العاصفه، بس الحمد لله. النوة كانت الاسبوع اللي فات، الاسبوع ده ما كانش فيه نوات والجو كان حلو والشمس كانت طالعه طول الاسبوع الحمد لله. فلا مستمتعه، البحر ممتع قوي 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 قوي. انا باجي البحر عشان ارتاح نفسيا فعلا. كل ضغوطات اقسم بالله بحسها ان هي بتتسحب. يعني انا يلا الحمد لله مش هتكلم كتير، بس هو كله بيسحب كل الضغوطات، بيسحب كل الطاقة السلبية، كل الطاقة السلبية مع صفاء الملح. فجربوه وادعوا بثقة ويقين ان ربنا ان شاء الله هيحقق لكم كل اللي بتتمنوه. يا رب يا رب. يعني في اللحظة دي كل واحد ينسى حاجة ربنا يديها له ويكرمه بيها. قولوا امين، ولكم المثل ولي المثل يا رب زيه، اللهم امين. قعدنا دلوقتي قاعدة حلوة على البحر، ربع ساعة حلوة قوي. الساعة دلوقتي 2:30 والعصر قرب يبدأ. فلا يلا بينا بقى نرجع كفاية علينا كده ونقول للبحر نشوفك قريب تاني ان شاء الله. راحة نفسية ما بعدها راحة نفسية، الحمد لله اني بورسعيدية. يعني مهما نسافر ونروح ونيجي بس نرجع للأصل نرتاح فيه الحمد لله. جمعة مباركة عليكم، يلا بينا. طبعا الراعي الرسمي الفري هيكون ايه؟ يلا بينا نفتح. مكرونة بشاميل، يعني شكلها بيشهي جدا. لا لا لا، جبارة 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 جبارة. احلى فريدة ولا ايه؟ اقسم بالله. رياش بقى فظيع. تورته عين جمل. السنيه بتاع الفري لورد، فلتحيا اللورد، فلتحيا اللورد. يلا نلتهم. ده ايه ده بقى؟ ده طرت عين جمل، طبعا متغرق عين جمل زي ما انتم شايفين، متغرق تغريقة حلوة يعني. طبعا الطرت ده بيتاكل ازاي؟ ده ولا بيتاكل بمعلقة ولا بيتاكل بشوكة وسكينة ولا بيتاكل بأي حاجة خالص. ده بالإيد وتلغوص في الكراميل واديله ادي. طبعا اللورد السنيه، جاتوه يعني اللورد، ايس كريم يعني اللورد، حلويات شرقية يعني اللورد. كل حاجة فوق ما تتخيليها معمولة بمزاج وضمير وحاجة صح الصح يبقى اللورد. في جمال زي كده وكده
نختم اليوم النهاردة ونختم الفري بتاعنا بأحلى حاجة في الدنيا دي كلها، تارت عين جمل. هو ده أحلى ختمة ده ولا ايه؟ بجد يعني ده أحلى ختام تختمي بيه الفري بتاعك. هو ده، هو ده القمر ده الجامد ده الفظيع ده بيشهي. بصراحة يعني شكله مش عايز يتاكل، يتصور بس. يلا كفاية كده بقى لأن الوقت بيجري والساعة قربت تيجي 10 عشان هنوقف الفري. وبكده نكون خلصنا اليوم السابع من تحدي الصيام المتقطع. الصيام ده لمدة 14 ساعة، وبكرة هنبدأ يوم جديد وتحدي جديد. هيكون ايه يا ترى؟ وده اللي هنشوفه بكرة ان شاء الله. اشوفكم بكرة ان شاء الله في يوميات جديدة وتحدي جديد. متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتساعدونا ان احنا نكبر ونتوسع بيكم وبدعمكم لللايك والشير. اشوفكم بكرة ان شاء الله في يوميات جديدة وتحدي جديدة. تصبحون على ألف خير وسعادة ودمتم خاسين ومستمتعين بالأكل والحلويات. زي الأكل لا دين له، لا الحلويات لا دين له. دمتم خاسين. هنخس ازاي والحلويات دي جنبنا؟ حبيت اوريهولكم البسكوت، طبقة التارت وصوص الكراميل وجبل عين الجمل ده.